السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبخير. اليوم راني جيتكم فيديو جديد، جبت لكم مقشر للبشره. نحتاجو ملعقه صغيره قهوه وملعقه صغيره سكر. نخلطوا المكونات. هذا المقشر البنات مليح للبشره، ينحي خلايا الجلد الميته وينحي كامل هذوك كما نقولوا البذور، هذوك الجلد الميت، ويساعد على نضارة البشرة ويعطي ملمس للبشرة، تحسي بلي البشرة تاعك راهي رطبة. نخلطوا المكونات البنات مليح ونزيدوا لهم، نجمعوا بزيت الزيتون ونخلوا الخليط يكون شاد روحه شويه. شوفوا البنات، خلوا الخليط يكون شد روحه، من بعد نبداو نستعملوا فيه هذا المقشر البنات. تقدروا تستعملوه قبل ازاله الشعر، تستعملوه للوجه، للجميع الجسم، للمناطق اللي فيها اسوداد بزاف. بالنسبه للبنات هنا زدنا زيت الزيتون ورانا نجمعوا فيه، نخلوه كما قلت لكم يكون شد روحه. بالنسبه للوجه استعملوه مره مرتين في الشهر، وبالنسبه للجسم استعملوه مره في الاسبوع. استعملوه قبل ازاله الشعر. شوفوا البنات كيفاه يكون خليط. من بعد تبداي تستعملوا فيه على شكل دائري، كما على بالكم باللي التقشير مليح للبشره. مرة على مرة تقشروا من المناطق اللي يكونوا فيها اسوداد. مقشر مليح للبشرة، وهذا مقشر بمكونات طبيعية، مغرف قهوة، مغرف صغيرة قهوة ومغرف صغيرة سكر، ونجمعوا بزيت الزيتون كما كنتم تشوفوا. نقشروا، نبداو بشكل دائري ويمد نضارة للبشرة وملمس، وينحي جميع ذيك الخلايا الجلد الميتة. هذا هو الخليط تاعنا، مكونات طبيعية. كما قلت لكم بالنسبة للوجه استعملوا مرة ولا مرتين في الشهر، وبالنسبة للجسم مرة في الأسبوع. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وشكرا.